السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بمتتبعي كويزين لبنى. اليوم ان شاء الله ما غاديش نقترح عليكم وصفه. كيف ما تشوفوا حنا خارجين الكوزينه اليوم ان شاء الله. كنتواجد في شلاله اوزود اللي كاينه في ازيلال، كتبعد عليها ب 27 كيلومتر، وهي منطقه سياحيه جبليه جد رائعه كيف ما تشوفوا. بالنسبه للناس اللي بغاو يبعدوا على البحر، هاد الوجهه مميزه. غادي ندير واحد النزهه فيها اليوم ان شاء الله. غادي نديكم معايا لكاع الاماكن اللي غادي نشوفوها. هادو كيف ما تشوفوا شلالات من الفوق. غادي نحاول نقرب الكاميرا شويه باش تبان لكم. الاشجار والطبيعه هنا كيف ما كتشوفوا فين ما تلفتنا غادي نلقاو الدنيا خضراء، ولو ان حنا في فصل الصيف. كيف ما تشوفوا هنا في الاسفل كاينين مطاعم، يعني الناس اللي بغات تفطر تغدى تعشى كاينين. واخا تيكون الحال سخون مثلا في المنطقه المجاوره، هذه المنطقه هذه بحكم انها هي في منطقه جبليه كتكون الدنيا هنا يعني مبرده بزاف. هذه واحد القنطره صغيره عليها باش كندوزو. غادي نلقاو دي بانو هنا. شفتوا البنات، رجاء امسكوا جيدا بايدي اطفالكم لحقاش كاينين هنايا بلايص خايبه شويه. هادو اللي شفنا قبيله من الفوق هذه بلاصه واحده اخرى، يعني نفسها غير حنا درنا من بلاصه اخرى. ها انتم الشلال، شوفوا الماء تبارك الله هنا جدير. هذه الطريق اللي كتهبط لتحت. شوفوا شحال مبرده وزوينه البنات، كلها خضراء. هانتوما البنات كيف ما تشوفوا هاد الطريق كامله وحنا غاديين. وحنا في الحوانت كاينين اللي دزنا عليهم، كاينين حالين وكاينين اللي باقيين سادين. يعني الطريق زوينه. غنبقاو غاديين بحال هكا حتى كنوصلوا لتحت. الشلالات البنات دابا حنا غاديين وكننزلوا كيف ما شفتوا. الطريق زوينه، وهاد الدرجات اللي دايرين حانين بزاف، زعما متلقاوش مشكله في الهبوط ولا شي حاجه. هذا المنبع ديال الشلال من الفوق. البنات كيركبوا فيهم الناس باش تيدوروا في هذه البحيره لتحت، فيهم الاشكال.
نتمنى البنات نكون قربتكم من شلالات أوزود بالنسبه للاخوات اللي اول مره كيتعرفوا على المنطقه، وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. الى عجبكم الفيديو عملوا لايك واشتركوا بالقناه باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله، والى فيديو اخر بحول الله.